يعني احنا هنلاعب اسبانيا في اسبانيا؟ ده 300,000 اهلا وسهلا يا جدع والله. بيقول لك كابتن حسام حسن بيوافق رسميا على مواجهه اسبانيا في اسبانيا الاسبوع القادم، بس عامل مفاجآت كبيره جدا جدا جدا. وتعالوا شوفوا حاطط شرط يلاعب اسبانيا بمين علشان يسافر الاسبوع الجاي. مبدئيا كده يا جماعه كابتن حسام وابراهيم حسن كانوا في اجتماع في اتحاد الكوره دلوقتي حالا، ويعني رئيس الاتحاد المصري عرض عليهم وقال لهم ان منتخب اسبانيا عارض علينا عرض مواجهتنا في اسبانيا الاسبوع القادم. ايه رايك يا كابتن حسام؟ كابتن حسام قال له احنا موافقين وجاهزين اننا نلاعب اسبانيا في اسبانيا الاسبوع القادم، ولكن انا عندي شرط واحد بس. قال له ايه هو الشرط؟ قال له الشرط بتاعي ان انا عايز كل اللاعيبه المحترفين اللي عندهم جنسيه مصريه تخلص لهم التاشيره وتخلص لهم الباسبور ويكونوا عندي في المعسكر قبل السفر لاسبانيا ومواجهه اسبانيا. قال له طب انت عايز مين؟ قال له اول واحد انا عايزه هيثم حسن لاعب ريال اوفيدو اللي بيلعب في الدوري الاسباني، تستخرج له الباسبور ويكون معانا في ماتش اسبانيا. قال له موافقين، وبالفعل احنا خلصنا له الباسبور وخلصنا له الورق بتاعه كله، وهيكون معانا في المعسكر وهيكون معانا في ماتش اسبانيا. عايز مين تاني؟ قال له انا عايز حمزه عبد الكريم اللي بيلعب في برشلونه الاسباني. قال له ده كويس جدا، كده كده ورقه كله خلصان، ورقه كله في اتحاد الكوره وهيكون معانا في ماتش اسبانيا. عايز مين تاني؟ قال له انا عايز مصطفى محمد نانت الفرنسي. قال له كل حاجه خلصانه ومصطفى محمد معانا. عايز مين تاني؟ قال له انا عايز محمد صلاح طبعا في ليفربول. قال له ورقه خلصان وكل حاجه خلصانه. عايز مين تاني؟ قال له عمر مرموش في السيتي. قال له كل حاجه خلصانه وهيلعب معانا ماتش اسبانيا. عايز مين تاني؟ قال له عايز حمدي فتحي من الوكره. قال له كل حاجه خلصانه وهيلعب معانا الماتش. عايز مين تاني؟ قال له انا عايز رامي ربيعه من العين. قال له كل حاجه خلصانه وهيجي يلعب معانا. عايز مين تاني؟ قال له عايز محمد عبد المنعم من نيس الفرنسي. قال له كل حاجه خلصانه وهيجي يلعب معانا. عايز مين تاني؟ قال له عايز ابراهيم عادل من الدوري الدنماركي. قال له كل حاجه خلصانه وابراهيم عادل هيكون معانا. وبالفعل يا جماعه خلاص رسميا كابتن حسام حسن وافق على مواجهه اسبانيا ولامين يامال في اسبانيا، ومسافرين خلاص يعني في خلال اليومين الجايين دول منتخب مصر وبعثه منتخب مصر بكل المحترفين والاسامي الجديده اللي هتنضم لاول مره مع منتخب مصر لمواجهه اسبانيا في اسبانيا الاسبوع القادم. كل الناس يقولوا في الكومنتات يا جماعه بكل اسامي المحترفين اللي انا قلتها دول منتخب مصر يقدر يكسب اسبانيا ولا لا؟